البسبوسة المكرملة، الطريقة الصحيحة والأصلية للبسبوسة. عايزة اقول لكم البسبوسة دي لازم تبقى ترند، مرملة ودايبة ومختلفة عن اي طريقة تانية. نعتذر بقى لكل الشيفات، بس دي الطريقة الأصلية والمظبوطة للبسبوسة. شايفين بسم الله ما شاء الله بتشرب السيرب ازاي، وده السر بقى لنجاح البسبوسة. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة وفي منتهى الجمال. شايفين لونها جميل قد ايه. لازم نسويها على البوتاجاز من فوق. عايزه اقول لكم بجد الخطوه دي بتفرق جدا في طعم وقوام البسبوسه. شايفين الجمال والحلاوه. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على رسول. اول حاجة هجيب عندي وok على النار او حلة المتوفر عندك، هضيف فيه كوباية من السكر. هبتدي بقى اهدي عليها النار خالص وهسيبها بقى تتكرمل زي ما انتوا شايفين بالشكل القمر ده. حاولي تخلي لون الكراميل بتاعك يكون فاتح، ما يبقاش محروق، علشان ما نغيرش طعم البسبوسة بتاعتنا وتبقى لسعة زي ما انتوا شايفين كده. وحاولي تجيبي